مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في قناه بلوت تويست. النهارده هنحلل وهنناقش الحلقه الرابعه من مسلسل ذا بويز اللي الموسم الرابع بتاعه نزل الشهر ده، ونزل منه 3 حلقات. في الاول حللتهم وناقشتهم معاكم، والنهارده هنحلل الحلقه الرابعه. مبدئيا كده دي بالنسبه لي تعتبر افضل حلقه في الحلقات اللي نزلت لحد دلوقتي، وحرفيا بدون منازع. في الثلاث حلقات الاولانيين خصوصا ما كانوش افضل حاجه، كانوا كويسين في اخرهم، كانوا كويسين بس من بدايتهم ما كانوش كويسين قوي. فالحلقه دي تعتبر بالنسبه لي هي من افضل الحلقات عامه في مسلسل، وخاصه هي افضل حلقه في الموسم الرابع نزلت لحد دلوقتي. الحلقه بتاعتنا متكونه من 5 خطوط، 3 منهم اساسيين و2 فرعيين. ال3 الاساسيين هم الخط بتاع هوملاندر، والخط بتاع هيوي وابو، والخط بتاع ستار لايت. الخطوط الفرعيه هم الخطين بتوع فرانشي والخط بتاع كيميكو، وكانوا اقل شويه بس برضه كانوا كويسين وافضل بكتير قوي من الحلقات السابقه. نبتدي مع الخط بتاع هوملاندر. بدانا في طفوله هوملاندر وشفنا قد ايه طفولته كانت صعبه، وشفنا قد ايه اللي عدى بيه كان صعب، والتعذيب اللي هو عدى بيه، وقصه ولادته ان هو اول ما اتولد قتل الدكتور اللي ولده وقتل مامته وقتل ممرضين، وان هو اترفع من بطن والدته وقتل الممرضين والدكتور اللي ولده بالليزر. فعرفنا بعد كده ان هو بعد ما كبر شويه فوت تبنته، او مش تبنته، هي اصلا اللي واخداه، بس فوت خلته عندها. عذبوه بطريقه معينه وجابوا له اطباء نفسيين علشان لقوا جواه احتياج للحب او احتياج للمشاعر الانسانيه، ويخلوه انسان اكتر عشان يقدروا ان هم يتحكموا فيه وفي القوه بتاعته. فدي بنى للشخصيه مش طبيعي. انا بجد انا مش متخيل قد ايه البناء بتاع الشخصيات في المسلسل ده خرافي للدرجه دي. بجد يا جماعه البناء بتاع الشخصيات في المسلسل ده مش طبيعي. انا من اكتر المسلسلات اللي شفتها هو مثلا وجيم اوف ثرونز، اللي البناء بتاع الشخصيات فيه خرافي جدا، وبيهتموا بادق التفاصيل اللي موجوده في المسلسل ده. فكره ان هوملاندر هيتخلص من الجانب الانساني بتاعه اللي شفناها في الحلقه الثالثه في اخرها خالص، شفناها في الحلقه دي بطريقه كبيره قوي، ان هو قتل كل الناس اللي موجودين خلاص، اللي هو شبه برضه مش محتاج قوي للحب، او مش محتاج قوي للاحتياج الانساني او لنظرتهم فيه. بس برضه في نفس الوقت في اخر الحلقه شفنا ان هو ساب باربرا عايشه. باربرا دي كانت برضه في مقام امه يعني، وهي برضه من الناس اللي خلقوا الحب. فبرضه هل ده يدل ان هو سابها عايشه عشان يعذبها على مهله، ولا سابها عايشه علشان برضه لسه في جواه حته انسانيه؟ ده برضه هنشوفه في الحلقات اللي جايه. عامه اللي حصل في الحلقه ده خرافي في الجانب بتاع هوملاندر، يعني خرافي جدا، وخلى الحلقه رفعها جدا. هو بالنسبه لي افضل خط رئيسي في الحلقه، وكان مبني بطريقه خرافيه طبعا وحلو جدا. فحابب جدا اللي حصل يعني، واتمنى ان هو يكون ليه بقيه كويسه تخلي المسلسل اكتر اشتعال كده، فاهمين قصدي؟ بعد كده فكره ان احنا نكتشف الماضي بتاع ستارلايت، وان هي مش ملائكيه بنسبه 100%. ده خرافي يا جدعان، ده حلو قوي برضو اللي احنا نعرف ان مفيش شخصيه ملائكيه بنسبه 100%، ولا في شخصيه شيطانيه بنسبه 100%. زي ما شفنا برضو ان هوملاندر ليه جانب طفولي، وليه جانب ان هو اتعذب وهو صغير وصعب على ناس كتير مننا. حاجه تانية، كلنا كنا عارفين ان بوتشر هياخد النصل بتاع في، بس كلنا كنا بنحاول نتخيل السيناريو اللي هم هيعملوه علشان يخلوه ياخد النصل، بالذات ان الفكره بتاعه النصل جت في ان هيوي يديه لابوه. كلنا قلنا بوتشر مثلا هياخد النصل من هيوي وهيديه وهياخده هو. جه في دماغنا افكار كتير قوي، بس الفكره اللي اتعملت فعليا ان هو فعليا قبل كده اخد النصل، دي بصراحه هي كانت جديده وما جاتش في دماغ حد، انا متاكد من ده. بس في نفس الوقت كنت حاسس ان في افكار تانية ممكن تبقى احسن وتبني الشخصيه بطريقه افضل بكتير، او مش تبني الشخصيه او تخلق احداث افضل، فاهمين قصدي ايه؟ فبصراحه ما حبيتش ده قوي، بس في نفس الوقت حبيت ان هم بيدوروا دايما على الفكره اللي مستحيل تيجي في دماغك. بعد كده فكره ان ابو هيوي اخد النصل، دي بصراحه جامده قوي، وحاسس ان هو الدور بتاعه هيزيد بدرجه كبيره في المسلسل. وممكن كمان يكون القوه الخارقه بتاعته احنا لسه مش عارفين ايه هي، ممكن تكون قويه جدا لدرجه ان هي تنافس هوملاندر. بعد كده بنروح على جانب كيميكو، وبنكتشف اللي حصل في طفولتها والعصابه اللي خطفتها هي والشخصيه اللي كانت معاها. وبصراحه انا ما بحبش الجانب ده قوي، بس في الحلقه دي كان كويس. يعني في الحلقه دي لو استمر على نفس المستوى ده هبقى متحمس نسبيا، بس برضه وجوده على الشاشه هو اقل وجود بالنسبه لي. توقعي لبقيه احداث المسلسل هي ان هوملاندر هيفقد الجانب الانساني تماما منه، وهيبقى خارج عن السيطره تماما، وهيعمل اللي هو عايزه، وده هيخلي فيه حماس في المسلسل بطريقه مش طبيعيه. يا ترى هيعملوا ايه؟ تاني توقع هو ان ابو هيوي هيبقى عنده قوه قويه جدا زي ما انا قلت هتنافس هوملاندر. تالت توقع هو ان بوتشر هيسترجع القوه بتاعته بتاعت مركب في زي ما شفنا في الحلقه، وهيبقى قادر ان هو يتحكم في القوه بتاعته اكتر، عشان هو تقريبا مش قادر يتحكم بسبب الكانسر او حاجه بالطريقه دي. رابع توقع ان راين هيتقتل. راين ده اللي هو ابن هوملاندر، وهوملاندر شخصيا هيقتله من كتر الغيره. تقييمي للحلقه الرابعه من الموسم الرابع
الرابعه من مسلسل ذا بويز هي 9 من 10، وزي ما قلت هي من افضل الحلقات اللي انا شفتها في الموسم الرابع لحد دلوقتي. ايه لو حصل مش هيكون افضل حاجه، لو حصل مش هيكون افضل حاجه ان كل اللي انا قلته ده ما يحصلش ويحصل حاجات تانية تكون ممله او تكون حشو على الفاضي عشان يحشوا مسلسل لموسم خامس وسادس وهكذا. انا مش ضد ان يحصل اكتر من موسم، بالعكس انا بحب المسلسل ده جدا ويستحمل ان هو يحصل له مواسم كتير جدا، بس في نفس الوقت انا خايف من الحشو، انا خايف ان يبقى في حشو زي الحلقات الاولانيه بالمناسبه. في الاخر انا خلصت الحلقه، يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وتشوفوا كل الحاجات الجديده وتفعلوا زر الجرس. انا بتكسف وانا بقول كده بس ده مهم يعني. اشوفكم على خير في حلقات كتير جايه وسلام.